السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى يلقاكم في افضل حال وفي صحة جيدة يا ربي. في الفيديو ديالنا ديال اليوم كيف كتشوفوا غادي نشوف معكم كيك رول اللي كيجي زوين بزاف لذيذ، واغلب المكونات يعني تيكونوا معنا في الدار، نقدروا نقادوه بهم. تيجي اقتصادي وفي الطريقه ديال التحضير ديالو بسيطه وسهله. لا كيف كتشوفوا التزيين اكيد راه كيبقى اختياري، وكيف العاده غادي نقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتزيد تشجعني اكثر واكثر، وكنتسنى اقتراحاتكم في لي كومونتير. خليو لي اقتراحات ديالكم. انا راه كيجي هشيش والجنواز ديالو ناجحه مليون في المية، كتجي هشيشه وخفيفه وراه كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه على الضمانه ديالي، واللي جرباتو ما تنساش تخلي لنا الراي ديالها في التعاليق. وبلا ما نطول عليكم غندوزو مباشره للمقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للجينواز اولا الكيك غنبداو به هو الاول اللي غادي نحتاجو فيه 4 ديال البيضات، الا كانوا كبار الا كانوا صغار نستعملوا 5 ديال البيضات. عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي 2 كيسان ديال السكر ديال الدقيق عفوا، عندي نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت، خماره، ساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملح. بالنسبه لهاد القياس ديال الكيسان هذا راه ماشي الكاس ديال العنبه، يعني هذا راه الكاس اللي القياس ديالو صغير اللي كنشربوا فيه اتاي، ولكن القياس ديالو صغير. المكونات بالغرام غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، غترجعوا ليهم غتلقاو تما المكونات هكا باش غادي تكونوا متاكدين من نجاح الوصفه ديالكم. مثلا الا بغينا نقولوا القياس بالكاس ديال العنبه غادي نقول لكم باللي كاس لاروب ديال السكر سنيده، يعني كاس اللي ما عامرش، كاس ونص ديال الدقيق، وربع كاس ديال الزيت، وربع كاس ديال الماء. صافي اول حاجه بديت بها هي انني درت البيض، ضفت ليه قبيصه ديال الملح وساشي ديال الفاني. اهم حاجه في الجينواز هي اننا خصنا نطلعوها مزيان، يعني نخدموا البيض والسنيده مع بعضياتهم، غادي نبقاو نخدموا فيهم مع بعضياتهم مزيان. يعني كنضيف السكر سنيده شويه بشويه حتى كيطلع لي الخليط. يعني كنحاولوا نطلعوه على ما قدرنا. النجاح ديال الجينواز هو في التطلع ديال البيض، يعني هاد المرحله كتاخذ معنا شويه ديال الوقت، راه كتاخذ لنا 5 حتى 6 ديال الدقائق، وتقدر تاخذ اكثر الا درتو يعني الكاس ديال العصير ما خلطتوش بالخلاط الكهربائي. ضروري من روبو، يعني ما يمكنش نطلعوهم يعني غير بالفوي، ضروري نديروا الباتور. صافي غادي نزيد الماء والزيت، وفي هذه المرحله غادي نقص يعني السرعه ديال الباتور. صافي غير غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نحيد باش هكا ما نهبطش البيض اللي طلعت مع سنيده. صافي من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، الكميه ديال الدقيق اللي عندي كامله مع الخماره. هنا في هذه المرحله غادي نحيد الباتور وغادي نخدم بالفوي. هنا كيف كتشوفوا راني كنخدم غير بشويه، كنحاول ندخل الدقيق في الخليط ديالي غير بشويه باش هكا ما ينزلش ليا البيض. صافي من بعد غادي نضيف حتى الخماره، حتى هي غادي نحاول انني نغربلها. الدقيق نعاودو نغربلوه، واخا يكون مغربل نعاودو نغربلوه. في الكيك سواء في الكيك في اي حاجه قد ما كان الدقيق مغربل مره وجوج وثلاثه كيعطينا كيكون القوام ديال الكيك زوين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي ندخل الدقيق اللي عندي كامل. صافي غنديرو في الطاوه اللي غادي ندخلها للفران. الطاوه ضروري خاصني نكون فرشها بورق الزبده لان الجينواز خفيفه. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كنكتب الرقم ديال 8 يعني كيبقى حتى كنكملو عاد كيختفي. هذا هو القوام الصح ديال الجينواز. صافي هنا غادي نجمع الجناب كامل وغنتاكد بلي الدقيق ما بقاش عندي متكتل في وسط من الخليط. غادي نديرها في الطاوه. انا عندي هاد الطاوه، الا كانت عندكم شي طاوه اللي كبر منها شويه غادي تكون احسن، يعني غتجي الجينواز احسن، يعني الكيك رولي ديالكم غادي يجي كبر. غندخلها الفران. بالنسبه للفران انا كندخلها الفران تيكون بارد من قبل، يعني حتى كندخل الكيك عاد كنشعل الفران. صافي كندير ليه واحد النار اللي مهيله
بالنسبه للجينواز راه ما غاديش تفوت معنا 8 ديال الدقائق حتى ل 12 دقيقه الا كثرنا. صافي من بعد ما خليتها كطيب هنا دزت باش غادي نوجد واحد الكوليه ديال لي فخوي روج. هنا عندي شويه ديال الفريز وشويه ديال بلو بيري التوت الازرق. صافي درتهم مع سكر سنيده وغادي نحطهم فوق من البوطه. هنا مع التوت والفريز كانوا عندي في المجمد مجمدين، داكشي علاش درت واحد القطيره ديال الماء غير هكا باش ما تحجرش ليا سنيده. تقدروا يعني تستغناو عليها الا كانوا عندكم الفواكه ما مجمداش. صافي غادي نخليه حتى يطيب على مزيان مع بعضياتهم. غادي نطحنوا وغادي نرجع فوق من البوطه واحد شويه نشفو، يعني الا كنت محتاجه انه يتقال لي شي شويه يعني حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا حنايا، يعني بحال الكونفيتور. صافي غادي نخليه هكاك يبرد على جنب. هنا من بعد ما خرجت الجينواز كيف كتشوفوا غادي ندير من فوق منها سكر كلاصي. غادي ندردروا عليها هكاك باش منين نقلبها ما تلصقش ليا في الكاريط. غادي نعاود نقلبها على الكاريط، على الكاريط ديال الزبدانيت ورق المطبخ. صافي كنحاول انني نحيدو غير بشويه، نشدو ليه شويه ديال الخاطر هكا وحنا كنحيدو فيه. من بعد غادي ندير فوق منها ثاني سكر كلاصي وحد غادي نلويها بهاد الطريقه. كنحاول نلويها وانا كنزير فيها. من بعد غنديرها في هذيك فواحد السربيته وغادي نخليها حتى تبرد تاخذ درجه ديال الحراره ديال الغرفه. في هذا الاثناء غادي ندوز باش غادي نوجد الكريمه اللي غادي نخدم بها. الكريمه هنا عندي كريمه ديال هولالا، تقدروا تستعملوا اي نوعيه نتوما كتبغيو. وهنا عندي 2 معالق كبار ديال الجبن. صافي غادي نبدا نطلع شويه الكريمه حتى غادي تطلع ليا مزيان. عاد غادي نضيف عليها دوك 2 معالق ديال الجبن وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. انا كتعجبني بزاف الكريمه ديال الجبن، يعني ما كتجيش حلوه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. صافي غادي نخلطها هكا مع بعضياتها. وهنا ولا عندي كلشي موجود غادي ندوز مباشره باش غادي نبدا نمونطي في الكيك ديالي. شفتوا راه كتبقى رطبه الجينواز، يعني كتحكموا فيها كيف ما بغيتو. اول حاجه غادي ندير هي غنديرها غندهنها كامله بالكولي ديال لي فخوي روج. هنا كان الكولي مازال شويه شد يعني مازال دافي ما بردش ليا تماما. كان خاصني نديرو في شي زلافه اللي تكون شويه متسعه باش هكا في ساعه يبرد. نتوما تقدروا توجدوه على اتساع. انا ملي كنكون كنبغي نصور شي حاجه فما كنبغيش نقطع المراحل، كنبغي كلشي نشدو نصورو معاكم. صافي من بعد داكشي علاش كيف كتشوفوا الكريمه شي شويه محناتني حيت كان هو مازال سخون. صافي غادي نبدا نسرحها شويه بشويه، نشد معاها الخاطر ونسرح الكريمه ديالي من فوق من الكيك. ما غنديرش واحد الطبقه اللي ما نديروش طبقه اللي رقيقه بزاف، ما غاديش تبان، ما غاديش تعطيني منظر، ما غتعطينيش حتى يعني المذاق زوين في الماكله ديالنا ديال الحلوى. اما من غادي تكون واحد الطبقه اللي تكون بين وبين، ما تكونش عامره بزاف يعني من كتروش بلا فايده، ومن ما نديروش واحد الطبقه اللي تكون صغيره. صافي من بعد غادي نرجع نلوي الكيك وانا كنجمع فيه. هنا راني دخلتو المجمد باش هكا يشد في راسو شويه. نتوما الا بغيتو تقدروا تخليوه ليله كامله ومن بعد عاد تزينوه ملي تبغيو تقدموه. اني هنايا كنت باغي نكمل معكم فيديو، فصافي كنت خليته تقريبا واحد ساعه الا ربع. صافي جبدته ودرت ليه الكريمه من الفوق، نفس الكريمه اللي ديال الجبن. غادي نعاود نسرحها من فوق منه، غادي نعاود نرجعو المجمد لواحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ونعاود نخرجو ونليسي الكريمه من الفوق. اي كيك جانا صعيب باش نليسيو عليه، يعني باش نقادو نفينيو ليه الوجه ديالو، فدائما نبقاو ندخلوه المجمد شويه يشد في راسو هكا كيجينا ساهل باش نعاودو نخدمو الكريمه.
هنا من بعد ما كنت قاديته كيف كتشوفوا من بعد ما خرجته من المجمد، هنا راني خليته عاود واحد الساعه في المجمد باش يشد ليا راسو باش نقطع ليه هذوك الزوائد اللي تيكونوا في الجناب. بالنسبه للزيين دابا غادي يبقى اختياري، تقدروا ديروا لي كلاصاج من الفوق، تقدروا ديروا لي اي حاجه. انا هنا غادي ندير هذاك الشيء اللي عندي متوفر عندي في الدار. فخديت شويه ديال الكركاع اللي قطعته درته في الهاشوار واحد شويه ولا مهرمش. تقدروا تعوضوه باللوز اللي كيكون مقلي اولا الكاوكاو. صافي غادي نديرو في الجناب غير من الجنيبات. نتوما تقدروا انكم تغلفوه كامل بالكاوكاو ولا باللوز، راه حتى هكا كيعطي واحد المنظر اللي زوين. صافي هنا غادي نقادو من الجنيبات. غنحاول يجي يعني مقاد في سطر واحد من الجهات بجوج. صافي من بعد غادي ناخذ داكشي اللي بقى عندي من الكريمه، هو اللي غادي نزين به من الفوق ديال الكيك. كيف كتشوفوا صافي غادي نكملها هكاك. وغادي ناخذ التوت اولا البلو بيري حتى هو غادي نحطو من الفوق منها نزينو بها مع ورق الذهب. غادي نرشها بهاد هاد العقيق شويه رقيوق. صافي غادي ندير واحد رشيشه خفيفه من الفوق وغندير ورق الذهب من الجهات اللي بقاو خاويين. هكا كان تزيين لي خفيف وبسيط. وهذه هي النتيجه ديال الكيك ديالنا. نتمنى انه تكون عجباتكم. اللي نقدر نقول لكم ان المذاق ديالو راه كيجي لذيذ 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 بزاف. غير جربوه. هنا غادي نوري لكم حتى من الجنب كيفاش كيجي. شي كتجي دايره فيه الكريمه راه كيجي رائع. هنا غير التصوير اللي كان يعني كنت صورته بالليل، هذاك الشيء علاش الاضاءه كانت ناقصه بزاف. اكيد راه التصوير ما كيعطيش الحاجه حقها. وهنا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله.